تعالوا هنعمل مع بعض النهاردة صينية فراخ بالبطاطس ومية البصل، ولكن مختلفة عن اي صينية فراخ عملتيها قبل كده. يلا نشوف الطريقة، بس الاول نصلي على النبي ونقول بسم الله. هنجيب 5 بصلات كبار وهنبشرهم وناخد المية بتاعتهم، وكمان 5 طماطميات مبشورين، معلقتين من الزيت، وعصير ليمونة كاملة، معلقة من الخل، ومعلقة صغيرة مليانة من الملح، وتوابل معانا بابريكا وكاري وفلفل اسود. هنقلب الخليط ده كويس قوي مع بعض. بعد كده هنجيب الفرخة عادي، ممكن نقطعها او نجيبها زي ما هي كده ونفتحها من ورا من عند السلسلة. هنزلها بقى في الخليط ده واحاول اغطسها كويس بحيث ان الخليط يوصل لكل حتة فيها. بعد كده هغطيها واسيبها في التلاجة مش اقل من 4 ساعات، والاحسن طبعا لو سيبناها ليلة كاملة في التلاجة. بعد ما بيعدوا بقى الوقت اللي انتي سبتيها فيه، هنجيب الصينية اللي هندخلها الفرن، هنحط من تحت شرايح من البطاطس، شرايح من البصل والفلفل، هنحط فلفل اسود وهنحط ملح، هنتبلهم كويس مع بعض، معلقة من السمنة، وهقلب الخليط ده كويس. وكمان هرجع احط شوية من مية البصل بالطماطم، هقلبهم. بعد كده هطلع بقى الفرخة واحطها فوق البطاطس والبصل والفلفل، وانزل عليهم كل الخليط اللي احنا عملناه. خلاص كده. بعدين هنغطيها بقى بورق زبدة الاول علشان نكتم الحرارة كويس وتستوي، وبعدين ورق سلوفان، وهندخلها فرن سخن على اعلى درجة. وهي علشان حجمها مش كبير قوي، مش هتاخد معانا اكتر من 1.5 ساعة في الفرن. اول ما احس ان هي خلاص استوت بشيل الورق علشان تاخد لون الشوي ده. وبكده تكون صينية الفراخ جاهزة، طرية واخدة من مية البصل وطعمها بجد مختلف. جربوها وهستنى رأيكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. واشوفكم في فيديو تاني.